ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ لو انت عندك موقع او مدونة او حتى بتفكر تبدأ في مجال التدوين او نشر المحتوى على الانترنت، اكيد سمعت عن جوجل ادسنس، صح؟ بس السؤال المهم، هو ادسنس فعلا الحل الافضل للربح من المواقع؟ الحقيقة لا. ادسنس صحيح مشهور، لكنه مليان مشاكل، زي صعوبة القبول، قوانين معقدة، واعلانات ساعات ما بتظهرش بشكل مناسب. غير كده، الحد الأدنى للسحب في أدسنس لازم توصل $100 عشان تقدر تسحب أرباحك، وده بياخد وقت طويل جدا خصوصا للمبتدئين. علشان كده أنا جاي أقولك على بديل رهيب وأفضل بكتير، وهو شركة مونيتاج، واللي بجد تعتبر دلوقتي أقوى بديل لأدسنس، وممكن تكون أحسن منه كمان. خليني أبدأ معاك بالمميزات اللي هتخليك تختار مونيتاج من غير تردد. أول حاجة، CPM عالي جدا، يعني لو عندك ترافيك من دول أجنبية أو حتى عربية، الأرباح بتكون أحسن بكتير من أدسنس. في ناس بتوصل معاهم لأضعاف الأرباح اللي كانوا بياخدوها من جوجل أدسنس. تاني حاجة، الحد الأدنى للسحب $5 بس، يعني لو كسبت حتى مبلغ صغير هتقدر تسحبه بسهولة، وده بيفرق جدا مع المبتدئين اللي عايزين يشوفوا نتيجة سريعة من شغلهم، مش لازم تستنى شهور لحد ما توصل $100 زي أدسنس. تالت حاجة، طرق سحب متنوعة وسهلة جدا، عندك باي بال، بايونير، تحويل بنكي، وكمان العملات الرقمية زي البيتكوين، وده بيدي حرية لأي حد في أي بلد إنه يختار الطريقة اللي تناسبه من غير أي تعقيد. رابع حاجة، لوحة تحكم بسيطة وسهلة، يعني لو انت جديد في المجال هتعرف تتعامل معاها من أول يوم. تقدر تتابع كل حاجة، عدد الزيارات، الأرباح، الأداء اليومي، وكل حاجة واضحة. خامس حاجة، أنواع إعلانات متنوعة، ودي نقطة مهمة جدا، مش مجرد بانرز والسلام. عندك البوش نوتيفيكيشن ادز اللي بتوصل لزوارك حتى بعد ما يسيبوا الموقع، الإعلانات البوب اب اللي بتفتح للزوار لما يدخلوا على موقعك، والدايركت لينك، ودي حاجة خطيرة جدا هكلمك عنها كمان شوي. غير كده، في بانرز وإعلانات نصية وحاجات تانية كتير. طيب دلوقتي نيجي لجزء التسجيل. ناس كتير بتفتكر إن التسجيل في الشركات دي صعب، لكن مع مونيتاج الموضوع أسهل مما تتخيل. 1. تدخل على الموقع الرسمي. 2. تعمل حساب جديد وتكتب بياناتك الأساسية. 3. بعدها هتضيف موقعك أو مدونتك. بيتم مراجعة الموقع بسرعة جدا، وأغلب المواقع بتتقبل من غير مشاكل. وأول ما يتقبل بتبدأ تضيف الإعلانات على طول وتكسب من أول يوم. طيب إيه الأفكار اللي تقدر تكسب منها مع مونيتاج؟ خليني أديك أمثلة عملية. لو عندك مدونة بتنشر مقالات باستمرار، تقدر تحط بانرز وإعلانات بوب اب جوه المقالات. لو عندك ترافيك كويس، البوش نوتيفيكيشن هتكون ممتازة، لأنها بتخلي أرباحك مستمرة حتى من غير ما الزوار يدخلوا الموقع تاني. ولو لسه مبتدئ ومش معاك موقع كبير، هنا يجي دور الدايركت لينك. إيه هو الدايركت لينك؟ بكل بساطة، مونيتاج بيديك رابط خاص بيك، أي حد يضغط على الرابط ده أنت بتكسب، يعني الموضوع مش محتاج يكون عندك موقع أساساً. إزاي تستفيد منه؟ تقدر تشارك الرابط في الجروبات على فيسبوك، تقدر تحطه في وصف فيديوهاتك على يوتيوب، تستخدمه في صفحاتك على السوشيال ميديا، أو حتى تبعته لأصحابك على واتساب وتليجرام. الفكرة هنا إنك بتقدر تبدأ تكسب حتى لو ما عندكش محتوى كبير أو ترافيك قوي، وده بيديك بداية سريعة جدا. كمان ممكن تعمل حاجة ذكية، لو عندك صفحة فيسبوك عليها متابعين كتير، شارك الرابط معاهم. لو بتكتب مواضيع في منتديات أو جروبات، ضيف الرابط في النص، أو اعمل صفحة هبوط بسيطة لاندنج بيج وحط فيها الرابط، وبكده هتلاقي إن أرباحك بتزيد مع الوقت من غير ما تحس. الميزة التانية في مونيتاج إنهم عندهم دعم فني ممتاز، يعني لو واجهتك أي مشكلة تقدر تكلمهم وهيجاوبوك بسرعة، ودي حاجة نادرة لما تلاقيها في شركات تانية. باختصار، مونيتاج هو الحل المثالي لأي حد بيدور على بديل لأدسنس: أرباح أعلى،
حد أدنى للسحب بسيط جدا، طرق دفع متنوعة، أفكار ربح كتير تناسب المبتدئين والمحترفين، وكمان سرعة في القبول والتعامل. يعني لو أنت تعبت من سياسات أدسنس ويودو، أو نفسك تبدأ تكسب بسرعة من غير ما تستنى شهور، ماني تاج هو الخيار الأفضل ليك. ابدأ دلوقتي وسجل من الرابط في أول تعليق، وجرب بنفسك، وهتلاقي فرق ضخم جدا في أرباحك.